هنتكلم النهارده عن 10 جمل اوعي تقوليهم قدام شريكك لمصلحتك. ايه هما بقى ال10 جمل دول؟ يلا مع بعض. اول جمله لما تقولي له انت ما بتعرفش تسعدني، ما بقتش حاسه اني مبسوطه معاك. الجمله دي بتقتل اي علاقه، مش بس لو اتنين متجوزين، حتى لو اتنين مرتبطين وتقولي له انا حاسه ان انت ما بتعرفش تسعدني، طب مكملين ليه؟ فاحذري من الجمله دي. ندخل بقى على الجمله اللي بعد كده. لما تقولي له مثلا في مشكله اطلع بره البيت، لو في حريقه لا قدر الله وما طفيناش الحريقه بسرعه، ايه اللي بيحصل؟ الحريقه بتاكل كل البيت. اتعاملي كده بقى مع العلاقات. هو لو طلع بره من نفسه عشان بياخد يعني هدنه او بيبعد عشان الموضوع ما يحتدمش والنقاش يشتد، اوكي، لكن انت ما ينفعش في العلاقه تقولي له للطرف الثاني وهو بيحاول يفهم ايه المشكله او كده اطلع بره، تحسسيه ان انت مالكش لازمه. تالت جمله اوعي تقوليها قدام شريكك لما تذمي او تتكلمي بشكل مش كويس على حد من عيلته. ساعات بيبقى في مشاكل والطرف ده جاي يقول لك مثلا حد من عيلتي عمل كذا كذا كذا، خليكي مستمعه. ما ينفعش تقولي صح دول فيهم وفيهم، دول عندك حق، ده هم كذا وكذا وكذا. هيهدى، هيفتكر كل كلمه انت قلتيها بسوء على اهله. هيحصل اي موقف حتى لو ليكي حق بعد كده يقول لك ما انت فاكره لما قلتي لي الكلمه الفلانيه انت اصلا ما بتحبيهمش، بساعتها انت اللي جبتي لنفسك الكلام. الجمله اللي بعد كده بقى لما تقولي لشريكك انت لازم تتغير. يعني ايه لازم يتغير؟ يعني انا لما ارتبطت او اتجوزت الحد ده شفت فيه مميزات واكيد كان فيه ديفوهات، مفيش حد فينا كامل. فمعنى ان انا اقول له انت لازم تتغير يعني انا بوصل له رساله ان انت حد بالنسبه لي مش شايفاك كفايه، مش شايفاك مالي عيني وقلبي، شايفه ان عندك نواقص. واي حد ما بيحبش يشوف في نفسه او يشوف في عين شريكه ان هو شايفه بالشكل القليل ده. الجمله اللي بعد كده دي من اخطر الجمل اللي بشوفها في علاقات المتزوجين. يعني مثلا جمله احنا مكملين بس عشان خاطر الولاد، احنا مكملين عشان خاطر الاطفال، انا مكمله معاك بس عشان خاطر ولادي. الجمله دي بتحسس الطرف اللي قدامك ان هو ملوش اي لازمه غير ان هو بنك بيصرف، ان هو الاوتيل اللي انت قاعده فيه عشان الولاد، ملوش اي ميزه خالص غير ان هو بس خلف الولاد. ودي طبعا بتهد علاقات، لان خلاص هو بيبقى شايف ان هو دوره متمحور في الجمله اللي انت قلتيها ان احنا عايشين بس عشان خاطر الولاد. فما تجيش تندمي بعد كده بقى لما يبص بره، لما يروح هنا وهنا وهنا، ما انت خلاص انت قلتي لي صراحه احنا عايشين عشان الولاد. خدي بالك ان الستات بتبقى بترمي كلام دبل مينينج، يعني يحتمل معنيين. يعني انا ممكن ابقى بس متضايقه منه عشان هو مقصر معايا مش مهتم، فاقول له انا مش عايزه اكمل معاك طلقني، هي ما تبقاش مقصوده بس بتتقال في نيرف كده عشان ناخد منها بقى ايه الخطوه الثانيه اللي هو يجي يقول لك لا ده انا باقي عليكي وشريكي. الرجاله ما بتفهمش الكلام بالمعنيين بالدبل مينينج زي ما احنا بنقول، بيفهموا المعنى صراحه، انا متضايقه منك، انا عايزه اتطلق، انا مش عايزاك، بياخدوا المعنى كده. فانت لما تقولي له احنا مكملين عشان خاطر الاطفال بتاعتك. الجمله بعد كده بقى رقم 6 لما تقولي له على فكره انت مش شخص مثالي. فجمله انت مش شخص مثالي دي يعني لو ما تفكرش نفسك ما فيش بعد كده. لا، ممكن نستبدلها لما نكون عندنا اتيكيت في الكلام كده، نستبدلها بجمله مثلا والله انت لو عملت كده هتبقى يعني الموضوع يبقى الطف. لو يعني نعدل بس بشكل لطيف، مش نعدل يعني بلاش دبش في الكلام. الجمله رقم 7 دي بقى غريبه، يعني ماني انت بتفكرني على فكره بفلان كان بيعمل نفس الحركات اللطيفه اللي انت عملتها. يبقى احنا في موقف رومانسي وموقف حلو جدا واجي اقول له والله انت بتفكرني بفلان، انت عارف جوز خالتي كان بيعمل نفس اللي انت بتعمله ده، انت عارف جوز صاحبتي كان. لا، فانت ليه بتقلبيها كده؟ طب ما تقولي له كتر خيرك، ميرسي، شكرا ان انت بتعمل الحاجه الفلانيه. الجمله بقى رقم 8 دي من اغبى الجمل اللي بشوفها، ان احنا مش بس مع شريكك، يعني لو اتعاملتي مع حد بالطريقه دي يعني بلاش تتعاملي مع اي مشكله بلا مبالاه. يعني انا باجي بحكي لحد من اصحابي مثلا او اصدقائي بقول له انا عندي المشكله الفلانيه، بحكي انت مثلا بتحكي لجوزك او جوزك بيحكي لك بيقول لك ان هو عنده المشكله الفلانيه، فما تقوليلوش ايه ده، هي دي مشكله تستاهل يعني؟ ليه الاوفر ده؟ انت مأفورها ليه بتقيسوا يعني المشاكل او حجم المشكله وتاثيرها النفسي على احتمالكم انتوا؟ يعني المشكله اللي تاثر فيا غير اللي تاثر في غيري غير اللي تاثر في غيري. فياريت لما تتعاملوا مع الناس ما تتفهوش من مشاكلهم. الحاجه اللي بتوجع حد ما توجعش التاني، انا قدره احتمالي مختلفه عن قدره احتمالي الطرف التاني. فما فيش حاجه اسمها المشكله دي ما تستاهلش انت مأفورها، لا، كل حاجه تستاهل طالما وجعتني، طالما خدت حيز من تفكيري، احترم
الوجع ده، احترم المشكله دي، ونفكر في حلول. لو هو مدينا حلول ممكن ما يبقاش يعني مستني منك حلول، هو مستني منك حد تسمعيه، انا عايز حد يسمعني. فنحترم المساحات بتاعت بعض. ثم 9 جمله، وبرده من اغبى الجمل اللي بسمعها: اشمعنى انت يعني مش عايز تجيب لي الحاجه الفلانيه؟ ما جوز صاحبتي جايب لها، ما جوز مين عامل لها، ما جوز بنت خالة عمتي جاب لها الحاجه الفلانيه، انت مالك؟ جوز صاحبتك ما بياخدش زي مرتب جوزك. فانت كده بتفتحي على نفسك مشكله كبيره، اللي هو انت حد ما بيملاش عينيه تراب، ما بيقتنعش باي حاجه، وهتفتحي على نفسك فتحه كبيره. فدي 9 جمله ما ينفعش نتكلم فيها مع شريك حياتنا. الجمله اللي بعد كده واخر واهم جمله، جمله ما انت لو كنت بتحبني كنت هتعمل كده. اصل انا عارفه، ما انت لو انت شايل لي حاجه جواك كنت اكيد هتتصرف بالشكل الفلاني. بحسس الطرف اللي قدامي في فهمته ثانيه ان كل تضحياته، كل محاولاته، كل الحاجات اللي بيعملها ملاش اي لازمه، بخ على ما فيش. ففي ناس بتستجيب، يعني في ناس طب عايزه ايه، مره في الثانيه في الثالثه، بعد كده هتلاقيه لك خلاص طالما انا ما بعملش انا مش هحاول اثبت لك العكس، مش انت شايفاني وحش، كملي على كده. فليه نعمل كده؟ ودول اغبى 10 جمل احنا بنقولهم بتبوظ علاقتنا بالشريك. فياريت ما نتكلمش بالطريقه دي، نتعامل بذكاء المراه، هناخد عين اللي قدامنا. استناكم تقولوا لي رايكم في الحلقه، هقرا كل كومنتاتكم، ما تنسوش اللايك والشير. هنتكلم في حاجات تانية كتير بتخصنا، في العلاقات، الصحه النفسيه، في علم النفس. هستناكم، هقرا كل كومنتاتكم. دكتور نسرين العمري.